السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفانين المنوعة. بحب أرحب بمشاهدينا الجدد، ويا ريت ما تنسوش لو عجبكم محتوى القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين كده هنعمل الشنطة القمر دي غرزة جديدة، هي طبعا زي السمبوكسة بس بتفرق الوردة دي أو الغرزة الرباعية دي في الشكل. طبعا بتنقل الشكل التاني خالص. زي ما انتم شايفين كده دي طبعا بتحط لها كيسة ستان. تمام. هنشتغلها مع بعض ان شاء الله، ويا رب تكون ورشة خفيفة ويكون الشرح واضح. في فرشتنا هنستخدم خرز كريستال مقاس 8 شفاف، هنستخدم لولي مقاس 8، وهنستخدم CCB مقاس 5. تمام. طبعا يفضل ان انت تستخدمي السيلفر، لان الجولد بيطوس ما بيبقاش حلو، يعني مع الوقت كده بيبقى شكله بيبوظ يعني. فانت لو حابه تستخدمي هتستخدمي السيلفر. تمام. هنستخدم خيط صيد مقاس 50. دي الخامات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها لورشه النهارده. ان شاء الله نعمل ورشه خطوه بخطوه مع بعض. هنسمي الله ونبدأ الورشة بتاعتنا، وقبل ما نبدأ ورشتنا هنصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنبدأ الورشة بتاعتنا، هناخد 3 من اللولي وواحدة من CCB زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنيجي طرف الخيط الناحية التانية هنمرره في CCB دي كده، طرفين اهو الخيط، بس خلي ايه ساوي طرفين الخيط مع بعض كده اهو بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنجيب طرف هنمرره في اللولاية دي بس من تحت مش من فوق، يعني ادي الطرف اهو هتمرريها كده اهو. تمام. الطرف التاني نفس الحكاية، هاخد الطرف التاني اهو همررها برضو من اللولاية اهي. شايفة كده اهي اللولاية اهي، مش هتمرريها من فوق كده، لا هنمررها من هنا كده اهو عشان نثبت CCB في نص الغرزة. ماشي. هيبقى معاكي بالشكل ده كده اهو. شايفة اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب لولاية في اي طرف من الاطراف. انا طبعا بحب احطها في الطرف اليمين كده، وهعمل العقد. عايزه تعملي عقده، عايزه تعملي زي ما عملنا كده عكس بعضه، ما فيهاش اي مشكله. بالشكل ده كده زي ما انت شايفه اللولايه او CCB في نص الغرزه الرباعيه. تمام اهو، يبقى شغلنا كده. تمام كده. طيب الطرف اللي تحت ده احط فيه ايه؟ احط فيه 2 من خرز الكريستال. طبعا انت بقى تستخدمي شفاف، تستخدمي مط، دي رجعالي. تمام. وبعدين واحدة من اللولي، وبعدين 2 من الكريستال. يبقى الطرف الشمال ده اخدت ايه؟ 2 واحدة 2 بالشكل ده كده. طب الطرف اليمين هنعمل ايه؟ هناخد برضو 2 من الكريستال، وبعدين واحدة من اللولي، وبعدين 2 كريستال، وبعدين واحدة من اللولي بالشكل ده كده. وهنعمل العقدة زي ما قلت، تعملي العقدة يا تعملي عكس بعض.
بالشكل كده. يبقى المثلثة معاكي 2 1 2 2 1 2. الطرف الشمال لولاية، وفي الطرف اليمين هحط لولاية وواحدة من السي بي، لولاية من السي بي. تمام كده. هاخد الطرف الشمال ده امرره في السي بي هنا كده بالشكل ده كده. وبعد كده هعمل نفس الحكاية، هاخد الطرف ده امرره في اللولاية دي بس من تحت اهو كده اهو كده، عشان نثبت السي بي في نص الغرزة الرباعية اهو كده، نمررها كده. الطرف التاني نفس الحكاية، هتمرريها برضو في اللولاية دي بس هتمرري من تحت كده اهو. ادي اللولاية اهي اهو، طرف مررته كده من تحت اهو، شايفين؟ بالشكل ده كده. وبعد كده بقى ايه، احط واحدة الطرف اليمين من اللول واعمل العقد. بقت الغرزة الرباعية اهي، ومثبت في نصها السي بي زي ما عملنا دي بالظبط. نرجع نعمل تاني نفس اللي عملناه هنا. الطرف الشمال هتحطي فيه 2 من الخرز الكريستال، وواحدة من اللولي، و2 من الكريستال بالشكل ده كده اهو. ده الطرف الشمال. الطرف اليمين هنعمل ايه، هنحط برضو 2 من الكريستال، واحدة من اللولي، 2 من الكريستال، واحدة من اللولي. تمام. هاجي دي هلف واعمل فيها العقدة اهو. يبقى العقدة بعملها في اللولاية. تمام كده. شكل الوردة أو الغرزة الرباعية، الطرف الشمال هنحط فيه واحدة من اللولي، والطرف اليمين واحدة من اللولي وواحدة من السي بي، ونرجع نمرر الطرف التاني كده في السي بي بالشكل ده كده. تمام كويس اهو. بعدين هنمرر زي ما اشتغلنا بقى قبل كده، من كل ناحية هتمرري طرف الخيط في اللولاية من تحت كده بالشكل ده كده. وبعدين هنيجي في الطرف اليمين ونحط لولاية بالشكل ده كده. تمام. يبقى احنا هنعمل الطرف ده هنحط فيه 2 من الكريستال، واحدة من اللولي، و2 من الكريستال. الطرف التاني 2 كريستال، واحدة لولي، 2 كريستال، واحدة لولي، ونعمل العقدة ونرجع نحط في الطرف الشمال واحدة من اللولي، وفي الطرف اليمين واحدة لولي واحدة سي بي. بتمرري الطرفين في السي بي، وتاخدي كل طرف تمرريه في الولاية دي من تحت، والطرف التاني في الولاية دي من تحت. وبعد كده تحطي اللولي في الطرف اليمين وتقفلي بالعقدة. ده هيبقى النظام بالشكل ده لغاية ما الطول اللي احنا عاوزينه. انا كده عملت العرض اللي انا عاوزاه. شوفي انت العرض اللي انت عاوزاه تعملي العدد بتاعه. يعني انا هعمل هنا كده كام واحد لو عدينا بالوردة 1 2 3 4، الخمس هعملها، خمس هعملها معاكم عشان اطلع للسطر الجديد، عشان نعرف نطلع للسطر اللي بعد كده ازاي. كده طبعا احنا اشتغلنا السمبوكسات اهي. هنشتغل بقى الوردة. هتيجي في الطرف اللي تحت ده هنحط فيه 2 من اللولي وواحدة من السي بي.
عشان نطلع للسطر اللي فوق بالشكل ده كده. وهاجي امرر الطرف التاني ده بالسي سي بي. تمام كده. وعامل تاني اهو زي ما كنا شغالين بالظبط، بس بدل ما كنا بنحط كل الولاية في طرف، لا حطيناها في طرف واحد عشان نطلع للسطر اللي بعده. اهو هنمرر تاني كده اهو. والطرف برضو هتمرريه في اللولاية. لو اللولاية عندك مش هتمرر اعمليها عكس بعضيها عشان دي فيها عقدة. لو هتمررها يبقى مفيش مشكلة، هنا كده هتمررها اهي، خلاص مفيش مشكلة. تمام كده اهو. والطرف اليمين ده بقى احط فيه واحدة من الولاية. كده طرفين الخيط طالعين لك من فوق، يعني هتبدأي سطر جديد. يبقى انت بتعملي العدد اللي انت عاوزاه، وبتيجي اخر حاجة بتحطي اللولي في الطرف اللي تحت، 2 من اللولي واحدة من السي سي بي. تمام كده. طيب بعد كده هنبدأ بقى اللي بعده. هناخد الطرف همرره في الاتنين كريستال دول. تمام كده. الطرف ده بقى احط فيه ايه؟ احط فيه 2 من الكريستال خرز وواحدة من اللولي، وارجع 2 من الخرز، واحدة من اللولي، 2 من الخرز، واحدة من اللولي. يبقى انا كده عملت 3 مرات. احنا كنا بنشتغل 2 اهي، 2 واحدة 2، لا انا كده احط 2 لولاية، 2 لولاية، 2 لولاية، وبعد كده هعمل العقدة في اللولاية بالشكل ده كده اهو. نعمل العقدة اهو كده، عملنا العقدة بالشكل ده. طلع لنا طرفين الخيط من اللولاية دي. الطرف اللي تحت ده همرره في اللولاية دي برضو كده اهو. هنمرر هنا اهو كده. كده انا معايا 2 من اللولي. هعمل ايه؟ هاخد واحدة من اللولي واحط معاها واحدة من السي سي بي كده، واعمل امرر الطرف تاني في السي سي بي زي ما احنا كنا بنشتغل بالشكل ده كده، وارجع اعمل ايه بالشكل ده كده. بعدين امرر عشان اثبت بقى السي سي بي في نص الوردة دي او اللولي كده من تحت كده اهو، من كل طرف من كل ناحية همرره في اللولية اللي قصاد بالشكل ده كده اهو كده. وارجع احط في الطرف اليمين لولاية. يبقى انا كده ايه، قفلت الغرزة الرباعية وحطيت في نصها اللي هي الولاية اللي هي السي سي بي. تمام. بقت بالشكل ده كده. ارجع الطرف اللي تحت همرره في الاتنين اللي هما الخرز دول زي ما انتم شايفين كده، وكمان همرر في الولاية دي والاتنين اللي هما الخرز. تمام. طيب
بعد كده الطرف اللي فوق هعمل فيه ايه؟ هبدأ احط فيه 2 من الخرز، واحدة من اللولي، 2 من الخرز، واحدة من اللولي. واللولاية دي هي اللي هنعمل فيها ايه؟ العقد. احنا خلاص كده بنعيد اللي احنا بنعملوه تاني. تمام اهو. الطرف اللي تحت هتمرريه في اللولاية، الطرف اللي فوق هتحطي فيه لولاية وسيسي بيه، وهنمرر الطرف التاني سوري لولاية وسيسي بيه. احنا حطينا لولاية سيسي بيه اهي، وهنمرر الطرف زي ما احنا بقى كنا شغالين بالظبط في السيسي بيه بالشكل ده كده اهي، وتشدي كويس وتجيبي بقى الطرف ده تمرريه في اللولاية كده من تحت كلها بالشكل ده عشان تثبتي السيسي بيه في نص الغرزة الرباعية او في نص الوردة دي، ومن الناحية التانية نفس الحكاية اهو. تمام. طرفين الخيط اهو، هنحط في الطرف اللي هو اليمين لولاية ونعمل العقد. نفس زي ما اشتغلنا برضو قبل كده، هتمرري في الاتنين الخرز دول واللولاية والاتنين الخرز دول، اللي هو الطرف اللي تحت. الطرف اللي فوق هتحطي قصادهم زي اللي تحت بالظبط، هتحطي 2 من الخرز، واحدة من اللولي، 2 خرز، واحدة لولي، دي اللي هنعمل فيها العقد. كده اهو. هتيجي بقى الطرف اللي تحت مرريه في اللولاية، والطرف اللي فوق هنحط فيه لولاية وواحدة من السيسي دي. كده احنا بنكرر الشغل بتاعنا. تمام. هنرجع بقى ايه، شدي الطرف ده هي دي كده تحت، الطرف التانية التانية برضو من تحت كده. تمام. ونرجع نحط الشكل ونكمل السطر. هنيجي بقى على اخر غرزة، الطرف اللي تحت ده هنمرره في الاتنين الخرز دول واللي هي اللولي، بالشكل ده كده. تمام. نفس الطرف اللي انت مررتيه هنبدأ نحط فيه 2 من الخرز، واحدة من اللولي، و2 من الخرز، واحدة من اللولي. تمام كده. طيب الطرف التاني ده هحط فيه 2 من الخرز. ماشي. هنخلي عشان احنا بنعمل العقدة دايما في الايد اليمين، فهنخلي اللولاية هنا، يعني خلينا الطرف اللي احنا مررناه ده اللي هو الشمال ده هنحط 2 من الخرز، واحدة لولي، 2 من الخرز، والطرف اللي فوق هنحط 2 خرز، واحدة لولي، عشان نعمل العقدة في اللي هي اللولي، ويبقى طرفين الخيط طالع لنا من اللولاية دي اللي هنبدأ نشتغل عليها تاني. تمام. هنشتغل عليها اللي هي الغرزة الرباعية، هنشتغل بالطرف ده، هنحط فيها 2 من اللولي، واحدة من السيسي بي.
تمام كده. هنمررها في سي بي كده بالشكل ده كده. تمام اهو، شايفين كل طرف هنمرره في الولاية من تحت كده، الطرف التاني نفس الحكاية. انا كده هعملها من فوق، لا هي من تحت كده اهي. تمام، من تحت اهي، طرفين الخيط هيبقوا معايا من فوق، واحط الولاية. يبقى انا كده عملت الوردة كده. بعد كده بقى هتمرري يعني اهو، هنشتغل كده اهو، هتمرري الطرف اللي تحت في الخرز والولاية كده، والخرز ده برضو، خرزتين دول. تمام، الطرف اللي فوق هتحطي قصادهم ايه زي ما هما محطوطين بالظبط، 2 من الخرز، 1 من اللولي، و2 من الخرز، 1 من اللولي. تمام، اللولي ده اللي هنعمل فيه ايه، العقد اهو. تمام. طيب الطرف اللي تحت همرره، هو الطرف اللي تحت بيتمرر في الخرز في الولاية بس عشان نعمل الوردة. الطرف اللي فوق زي ما اتفقنا خلاص هنحط فيه 1 من الولاية و1 من السي سي بي، الولاية وادي السي سي بي زي ما كنا بنعمل. بقى هتمرري الطرفين كده بالشكل ده، وهترجعي تمرري كل طرف في الولاية من تحت اهي كده، والناحية التانية نفس الحكاية اهو من تحت كده اهو. ونرجع نحط في اي بقى من الطرفين هتحطي لولاية بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت الوردة اهي. بعد كده انا الخيط خلاص معايا، هاخد خيط جديد بمرره هنا اهو، وبقفل ده، وببدأ برضو الطرف اللي تحت بمرره كده، والطرف اللي فوق احط فيه زي اللي تحت بالظبط، واكمل الوردة واكمل الطول اللي انا عايزاه. دلوقتي احنا خلصنا الطول اللي احنا عاوزينه زي ما انتم شايفين كده. تمام، هقول لكم دلوقتي الطول ده قد ايه، بس لو معاكم خيط وتقفلوا الجنب بيه، فقفلوا اخر غرزة بحيث يكون الخيط طالع لك من الجنب عشان تقفلي الجنب. تمام، لو خلاص الخيط بيخلص كده بتقفلي بقى، بتطلعيها من فوق من الجنب زي ما انت عارفة، ما فيهاش اي مشكلة. فانا هطلعها كده من الجنب عشان تعرفوا لو معاكم خيط تقفلوا الجنبين مع بعض. فهتاخدي طبعا اللولاية، والولاية اللي هي السي سي بي دي فضي. تمام، وممكن احنا كنا شغالين كده بتمرري الخيط، ممكن تمرري الخيط وممكن تعملي العقدة على حسب الفتحة. وكمان انا كنت بقول لكم نمرر الخيط عشان ما تبقاش طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين الولاية صغيرة، فانت لو هتعملي العقدة ممكن تبان منك، فالاحلى انك انت ايه تعملي عكس بعضيها، او لو عايزة تعملي العقدة ما فيهاش اي مشكلة برضو اهي. ظبطي الشغل بتاعك وتبقى العقدة جوه الخرزة، يبقى خلاص مفيش مشكلة اهو. هتعملي كده طبعا برضو وانتي بتشتغلي يبقى كله الولاية من فوق، متبقاش واحدة من تحت واحدة من فوق وانتي تطلعي السطر ده، لا تخلي كله على نفس الوش ده، ما تقلبيش الشغل بتاعك. تمام. طيب احنا كده ايه عملنا اهو، في اي بقى من الطرفين هنحط الولاية ونعمل العقدة. قفلنا اهو اخر
وردة في الشغل بتاعنا. تعالي بقى نشوف احنا اشتغلنا قد ايه. احنا كنا بادئين شغلنا بالغرزة الرباعية دي، ادي 1 2 3 4 5. تمام. طيب ده العرض. الطول احنا عاملينه على بعضه هنتني 2. الطول اهو، لو هنعد بالوردة اهو، باخر وردة اهي او باول وردة بدأنا بيها، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنتني على 2. طيب طبعا انت لما تعمليها، سواء هتعملي شنطة هتكبري المقاس هتصغري المقاس، هتعملي جراب موبايل، شنطة الموبايل، اي حاجة انت هتعمليها هتغيري فيها المقاسات، طبعا العدد هيبقى فردي عشان الجزء اللي تحت ده القاعدة دي. طيب اما تيجي بقى بتشتغلي ما تخليش يعني ايه، ما تخليش القفلة كده، ما تبقاش الولاية دي في القاعدة بتاعت الشنطة، لا تنفعش. خلي اللولي ده قصاد بعضه كده، الشغل بتاعنا من فوق اهو قصاد بعضه، انتوا شايفين اهو، اهو الوردة مع الوردة والولاية مع الولاية، وهنا الاتنين اللولي دول قصاد بعض اهو، قصاد بعض. ماشي. عشان لو انت عملتي كده وخليتي اللولاية دي كده في النص بالشكل ده، اتنين لولي قصاد بعض اهو والولاية كده اهو، مش هتعرفي تقفلي. التقفيل يعني مش هيبقى كويس وهيغلس معاكي ومش هتعرفي تقفلي، هتبقى فيها حاجة غلط. لكن اما وبعدين خدي بالك يعني هي برضو الوردة على الوردة اهي. ماشي. لا ما تخليش شغلك يبقى الولاية دي في القاعدة بتاعتها، لا خلي الاتنين اللولي هما اللي قصاد بعض كده. تمام. شغلنا بالشكل ده كده، الولاية على الولاية والوردة على الوردة بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نقفل، نجيب خيط جديد. هنمرر الخيط الجديد بتاعنا فين؟ هنمرره في الوردة دي اللي هي الولاية دي. تمام. احنا بنقفل من تحت لفوق اهو. هتوصلي الخيط. تمام. هنمرر كل طرف في الخرزتين اللي قصادهم اهو. الطرف التاني برضو هنمرره في الخرزتين اللي قصاده او اللي ناحيته. هنرجع نوصل الخيط بتاعنا تاني. هنعمل ايه في الولاية دي؟ زي ما كنا بنعمل هنا في الولاية دي بنقفلها 4 من اللولي غرزة رباعية كده، هنعمل هنا نفس الحكاية. ناخد الولاية في اي من الطرفين وهنعمل العقد بالشكل ده كده، وبعدين طرف هنمرره في الولاية اللي قصاده اهو. شد العقدة كويس، والطرف التاني برضو في الولاية اللي ناحيته، الولاية بس. ماشي زي ما انتم شايفين كده، يبقى طرفين الخيط طالع لك من ال3 لولي دول. هنبدأ نحط اللولي اللي هو الفضي اهي. عايزة بقى تعملي عقدة، عايزة تمرري كده زي ما انت حابة اهو. وهنرجع نمرر في الولاية من تحت كده اهو، من كل طرف في الولاية اللي ناحيته من تحت كده اهو. وبعدين
هنحط الولاية تانية. طلعي الولاية كده تبقى على الوش، اللي هي السيلفر دي تبقى كده على الوش. تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد كل طرف هنمرروه في الخرزتين دول اهو، وفي الولاية كأننا بنشتغل بقى السطور عادي، والاتنين اللولي دول قصدي الاتنين الخرز دول اهو. الناحية التانية برضو نفس الحكاية، هتمرري الخرزتين اهو والولاية والخرزتين دول. تمام. في أي من الطرفين هنبدأ نحط الولاية عشان نعمل الغرزة الرباعية أو نعمل الورد. تمام. ونرجع بقى زي ما عملنا دي كده، هنمرر كل طرف الولاية اللي ناحيته، الطرف التاني برضو. وبعدين هنحط الولاية اللي هي السيلفر اهي، لو عملنا العقدة اهو. تمام. هنمرر الخيط من تحت كده في الولاية، وفي الطرف التاني نفس الحكاية. تمام. تشد كده اهي، وهنحط الولاية. هنرجع تاني زي بقى ايه ما احنا شغالين، هنرجع تاني نمرر كده 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 لغاية نقف هنا، ومن الناحية التانية نمرر كده كده ونقف هنا، بعدين نحط الولاية، وبعدين نمرر من الطرف ده والطرف ده ونحط اللي هي الولاية الفضي، وبعدين ندخل من تحت الخيط من هنا ومن هنا، بعدين نحط الولاية، وهكذا زي ما عملنا دي وعملنا دي زي ما كنا شغالين الشنطة. هنكمل كده. أنا وصلت لآخر حاجة اللي هي الوردة دي، فاضل لنا بقى الخرزتين دول والولاية دي. هنمرر فيهم الخيط كده، الناحية التانية نفس الحكاية برضو هنمرر. أنا إن شاء الله بقى هستنى رأيكم في التعليقات. كده الشرح وافي وقدرتوا تفهموا الفكرة بتاعت الشنطة، ولا كنتوا عاوزيني أطول في الشرح شوية وأشتغل معاكم كذا سطر أكتر؟ مش يعني أنا اشتغلت معاكم حوالي 3 أسطر كده، بينتلكوا الغرزة وبينتلكوا بتطلعوا السطر ازاي وبتنهوا السطر ازاي. ف قولوا لي بقى، لا نكتر شوية، نكتر الشرح شوية، ولا كده وافي او ايه؟ ان شاء الله مستنية رأيكم في التعليقات. كده ايه بقى، احنا وصلنا هنا وهنا. بعد كده هنحط 2 من الخرز في الشمال و2 من الخرز في اليمين، وبعدين هنحط لولاية. تربطي بقى تعملي العقدة زي ما انت ايه بتقفلي الشغل بتاعك اهي، هيبقى نفس الشكل ده كده. تمام. لو انت حابة بقى بتعملي العقدة كده اهو، فهنربط
بالشكل ده كده. تشدي العقدة تدخليها في النص، وبعدين بقى ايه بتتوهي الخيط في الخرز، يبقى بالشكل ده كده. ادي قفلنا الجنب اهو، وهنعمل الجنب التاني زيه نفس الحكاية كده. احنا خلصنا تقفيل الشنطة، ربطنا الخيط كويس. طب الشلال فاضل هنعمل ايه بقى؟ الايد بتاعت الشنطة. هنجيب خيط وهنمرره في الولاية دي كده، شايفين انه ولاية، وهنوسطن الخيط وهنحط في الطرف الشمال واحدة من اللولي، وفي الطرف اليمين هنحط 2 من اللولي. نعمل العقدة، يعني عملنا كده غرزة رباعية. تمام. بعد كده الطرف اللي هو الشمال هحط فيه 4 من الخرز، الطرف اليمين برضو هحط 4 من الخرز، وواحدة من اللولي، واعمل العقدة. بعد كده برضو ارجع الطرف الشمال ده، الطرف الشمال ده احط فيه واحدة من اللولي، والطرف اليمين فيه 2 لولي. الغرزة الرباعية، الغرزة اللي عاملينها دي هنا 2 10، يبقى دي غرزة ممكن من 10 خرز كده. نرجع بقى في الطرف الشمال نحط برضو 4 من الخرز، بنعيد بقى 1 2 3 4، والطرف اليمين برضو هحط 4 من الخرز، وواحدة من اللولي. بحط واحدة من اللولي عشان اعمل فيها العقدة، وعشان اطلع عليها بالغرزة الرباعية اللي هي كلها ايه لولي بالشكل ده كده. هنحط واحدة لولي 2 لولي ونعمل الغرزة الرباعية دي، وهكذا نكمل العدد اللي احنا عاوزينه. انا كده عملت الايد بقت بالشكل ده. هبدأ اشبكها في الولاية التانية. طبعا انتي بتنهي بالجزء ده كده، يبقى اللولي دي هي الاخر حاجة في الايد، عشان نثبتها في الولاية دي ونعمل غرزة رباعية بالشكل ده كده. هنجيب الولاية هنيجي في الولاية دي ثبت كده اهي، غرزة رباعية في أي من الطرفين. هتحطي ولاية تانية وهنربط الشغل. تربطي بقى تعملي عقدة زي ما انت ايه حابة. طبعا بتظبطي التقفيلة بتاعتك كويس، وتثبتي على الشغل كويس. تربطي كذا عقدة يعني، أو كذا ربطة مش كذا عقدة، عشان الإيد تبقى يعني مربوطة كويس، تبقى الإيد بالشكل ده كده. تمام. نعمل الإيد التانية. هناخد بقى المقاس بتاع الشنطة، انتوا شايفين كده الطول بتاعها 18 سنتي، والعرض بتاعها 20 سنتي.
تمام. اهي الصراحة شكلها شيك جدا، قمر قوي، يعني تنفع للمناسبات. الغرزة جديدة، الشكل شيك. أتمنى إن شاء الله تعجبكم. دي وزنها كله 240 جرام. تمام. اللولي ده وزنه 165 جرام. تمام. واللولي الفضي اللي هو السيلفر ده 10 جرام. والخرز معانا 65 جرام. تمام كده. يا رب تكون الورشة سهلة. مستنية في التعليقات ولايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.